كيف يمكن لإنسان قالوا عنه يوما إنه أعجوبة الجيل أن يختفي كأنه لم يكن؟ كيف يمكن لشخص كان ينظر إليه كأنه مشروع أسطورة أن يتحول فجأة إلى سؤال معلق في الهواء؟ لاعب كان يمكنه أن يلمس القمة، لكنه وجد نفسه يطارد قمة يزداد بعدها كلما اقترب. نحن نتحدث هنا عن الموهبة التي حيرت الجميع، عادل تعرابت. تعرابت لم يكن لاعب كرة قدم، كان سؤالا بلا إجابة. حين تلمس الكرة قدميه يصبح الزمن أبطأ والملعب أصغر والمدافعون مجرد متفرجين. كان يمر من بينهم كما يمر الحلم من بين أصابعك، تراه لكنك لا تستطيع الإمساك به. مراوغاته لم تكن مهارات، كانت إهانة ناعمة لكل من يقف أمامه، وكأن الكرة تقول: أنا له ولست لكم. في تلك اللحظات كنت لا تشاهد لاعبا، كنت تشاهد فنا خالصا يمشي على قدمين. لكن كل هذا الجمال لم يكن كافيا، لأن أصعب خصم واجهه تعرابت لم يكن مدافعا، بل كان داخله. مشاكل مع المدربين، تصريحات غامضة، وإهمال كان يسرق منه مستقبله ببطء. مدربون حاولوا احتواءه، لكنهم اصطدموا بشيء أقوى من التكتيك، عقلية لم تكن مستعدة للانضباط. كم من مرة قيل: هذه فرصته الأخيرة، وكم من مرة ضاعت. من كوينز بارك رينجرز إلى AC ميلان ثم SL بنفيكا كان ينتقل، لكن الحقيقة لم تتغير. الموهبة موجودة، لكن الاستمرارية مفقودة. كان يستطيع أن يكون بين العظماء، لكنه اكتفى بأن يكون أجمل فرصة ضائعة في أعين من شاهدوه. إنها رسالة قاسية لكل من يملك موهبة. الموهبة قد تفتح لك الباب، لكن فقط الانضباط هو من يبقيك في الداخل.